شايفين البهدله؟ عاجبكم البهدله اللي انا فيها دي؟ على فكره انا كساره بحب جدا البهدله اللي من النوع ده. ماما وبابا كلموني وقالوا لي ان هم جايين يباتوا معايا وهيتغدوا معايا تاني يوم. عملت لهم بقى العظمه دي، شويه ممبار يفتحوا نفسك. عايزه اقول لك الرز كان مفلفل جدا وطعمه حلو جدا جدا. وعملت كمان طاجن العظمه ده والحلويات المحمره دي. بصوا الممبار كان عامل ازاي، مفلفل جدا. شايفين الرزايه برزتها، بجد رفع راسي قدام اهلي وقدام ولادي. يلا بينا اقولك على الطريقه، بس قبل اي حاجه هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي كمان على الرسول. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. جبت صينيه كبيره علشان تلم معايا كل المكونات ولبست الجلافز. طبعا انا ما بلبست الجلافز وانا بطبخ لاولادي، انا بلبسه قدامكم بس علشان الشكل يكون لطيف. بعدين جبت البصل المفروم وحاجه بسيطه خالص من الثوم المفروم، ونزلت بالبهارات: ملح، فلفل اسود، كمون، كزبره، وبهارات محشي. مهم قوي انك تستخدمي بهارات محشي وهاتيها من عند عطار يكون كويس، عشان بهارات المحشي بتدي طعم يجنن الممبار. بمسك البصله وافضل ادعك كده كويس البصل بالبهارات واقلب كله مع بعضه، والحركه دي مهمه قوي عشان صدقيني هتاكلي ممبار ما كلتوش في حياتك. اهم حاجه تعاكي البصله بالبهارات كويس جدا. بعدين هننزل بالرز. الرز مغسول ومتصفي، مش منقوع ابدا، مغسول ومتصفي. نزلنا بكل كميه الرز وقعدنا بقى ندعك الرز بالبصل بالبهارات. ادعكي كده وبستي كانك بتعملي بسبوسه بالظبط كده. الموضوع سهل وبسيط والنتيجه هايله اكتر من هايله. لو هتعملي كيلو ممبار هيحتاج لكيلو من الرز وربع كيلو من البصل ونص معلقه صغيره من الثوم المفروم وتلت كوبايه من الزيت. بعد ما بقلب كله كويس مع بعضه هنزل بالزيت. زي ما قلت لك كيلو الممبار بياخد تلت كوبايه من الزيت، انا عامله 3 كيلو ممبار فاستخدمت كوبايه كامله من الزيت. بص انا بقولك المقادير عشان تكون معاكي تمام. افضلي قلبي كده الرز مع البصل والبهارات والزيت عشان يطلع معاكي مفلفل زي ما شفتي في اول الفيديو. بعدين هننزل بالطماطم المفرومه، افرميها ابشريها زي ما تحبي، المهم ما تعملهاش في الخلاط وتضيفي لها ميه، انا عايزاها مفرومه. هنقلب كله مع بعضه كويس جدا. وخلي بالك كيلو الممبار بياخد نص كيلو من الطماطم المفرومه. قلبي كله مع بعضه كويس جدا. تمام كده. هننزل بقى بمعلقتين كبار من الصلصه النوع اللي تحبيه، ويا سلام بقى على كيسين كده من المرقه الفوريه، بتدي ريحه وطعم مفيش كده. هنقلب كل ده مع بعض كويس جدا. قلبي بقى وشم الريحه الجميله، بجد الريحه كانت فظيعه. قلبي كويس جدا. وبعدين هننزل بالخضره. بصراحه انا مش هقول لكم الخضره قد ايه، الرابطه ما بقاش فيها 3 4 عواد يعني، لكن هقول لك ان كيلو الرز بيحتاج لكوبايه من الخضره المشكله: شبت على كزبره على بقدونس. شايفين الجمال؟ قلبي كويس قوي بقى. الريحه فظيعه، احلى خلطه ممبار هتعمليها في حياتك. هنجيب بقى الممبار. الممبار يا بنات اشكال وانواع. الممبار اللي انا بستخدمه دلوقتي ممبار بقري صغير بحشيه. انا دي الطريقه اللي بحشي بيها. بفتح كده بق الممباره وبحط صباعيني الاتنين وافتح كده، وفي النص افضل احشي الحشوه بتاعتي. زي ما قلت لك الممبار اشكال وانواع. الممبار اللي انا استخدمته دلوقتي زي ما قلت لك ممبار بقري صغير، ده من المحل عندي. في كمان ناس بتشتغل في الممبار البقري الكبير بس ده مش موجود عندي. في كمان جاموسي، اللي تحبي تستخدميه استخدميه، لكن انا بحب طعم جدا الممبار البقري الصغير، لا يعلى عليه. بياخدش وقت في التسويه، بيستوي في نفس الوقت اللي الرز بيستوي فيه. يعني اول ما تلاقي الرزايه استوت من جوه بتلاقي الممباره من بره استوت. احشيها. طبعا بتحشيها مش بتكتميها عشان ما تفرقعش معاكي، لا احشيها بشكل كويس بحيث تكون مش مليانه ومش فاضيه. وبعدين بايديكي كده اضغطي عليها رايح جاي كده، هتلاقيها اتبططت معاكي وبقت زي الفل. اهم حاجه زي ما قلت لك ما تمليهاش قوي وما تخليهاش فاضيه، خليها في الوسط. وطبعا مهم قوي ان الممبار يكون متنضف تنظيف كويس جدا. احنا عندنا بننضفه، بس طبعا انا لما جبته من المحل عملت محلول عباره عن ميه وشويه ملح شويه ليمون ونقعت فيه الممبار وغسلته تاني وصفيته تاني وغسلته تاني عشان النظافه يا بنات. حشيت كل كميه الممبار ورفعت حلل على النار علشان اسلق فيها الممبار. ودلوقتي معايا فشه ولحمه راس وعكوه. الفشه دي من عندي من المحل، فشه بقري صغير. وكمان رحمه الراس من عندي من المحل، لحمه راس بقري صغير. لكن العكوه دي واحده صاحبتي في الصعيد ذبحه وجابتها لي. العجل طبعا واضح جدا ان هو كبير جدا، اخد وقت معايا في التسويه والدهون بتاعته صفرة زي ما انتوا شفتوا، لكن طعمها كان زي العسل. والله تسلم لي، ربنا يخليها ليا ويبارك لي في عمرها ان هي افتكرتني اصلا. المهم برفع 3 حلل على النار فيهم ميه، ولما الميه تغلي انزل بكل حاجه لوحدها، يعني الفشه لوحدها، لحمه الراس لوحدها، والعكاوي لوحدها. في ناس بتسلق مره واحده على طول، بس بصراحه انا بحب اعمل الخطوه دي عشان اتاكد ان مفيش اي زفاره.
بخليهم ياخدوا غلوتين 3، وبعدين احضر حله الضغط بتاعتي. لو مش عندك حله ضغط مفيش اي مشكله، ميه مغليه وننزل فيها بالبهارات الصحيحه، ورق لورا وحبهان وفلفل اسود حب وجزر وبصل. اول ما ياخدوا غلوه انزل بالعكاوي ولحمه الراس والفشه. شايفين دلوقتي العكاوي زي ما قلت لكم والله كانت زي العسل، هي بس ايه العجل كان كبير شويه وكفايه انها افتكرتني. ودلوقتي بنزل لحمه الراس. لحمه الراس بقى في منها اللي ينزل على طول، لكن اللي عليها من بره القشره دي لازم تشيلي القشره دي الاول. انا حبيت اوريكم ما اشتغلش على طول عشان دي بيكون فيها زفاره جامده جدا. انا بعمل ايه دلوقتي؟ اللي ما فيهاش القشره دي بنقلها على طول في الحله التانية، لكن اللي فيها القشره دي باخدها على جنب عشان بسكينه كده بطرف سكينه اشيل القطعه الام بوز دي، القطعه المبززه دي. بصوا اهو بالسكينه بشيل كده، ده مهم قوي علشان الزفاره. شيلي كده وبعد ما تشيليها نزليها على طول في حله الضغط. انا سلقت كله مع بعضه، الفشه مع لحمه الراس مع العكاوي. طبعا تقدري تسلقي كل حاجه لوحدها، لكن انا عندي حله ضغط واحده فاشتغلت كله في نفس الوقت. انا ما كانش عندي وقت بصراحه. هم اخدوا في حله الضغط نص ساعه و5 دقائق، بعدين طلعتهم وسبت العكاوي كمان نص ساعه لان العكاوي كانت كبيره، واضح ان العجل كان كبير قوي. وهنا الميه اللي هسلق فيها الممبار خلاص غليت، هنزل بفلفل اسود وحبهان وورق لورا، هنا شويه وهنا شويه. انا استخدمت حلتين زي ما قلت لكم، انا كنت عامله 3 كيلو. كل حله ضفت فيها جزرايه وبصلايه، ويا سلام لو كان في عودين كرفس بس ما كانش عندي. وهبتدي بقى اخد الممبار انزل فيه اي رز زياده وانزل بيه على طول جوه الميه المغليه. طبعا انت هتلاقي ان الحواف بتاعته الطرفين بتوعه يعني بيبرموا وبيقفلوا كده على الرز عشان الرز ما يطلعش منهم. سبحان الله، يعني بمجرد ما بتنزليه في الميه بتلاقيه يبرم وينفخ بالشكل ده. بصوا هنا بوريكم وبقرب لكم على الحله الثانيه، شايفين بتتنفخ وتبرم، تلاقي الطرفين بتوعها برموا. والله ما فيش اسهل من كده. عايزه اقول لك بالطريقه دي هتاكلي ممبار ما اكلتوش في حياتك. الممبار بياخد معاكي من نص ساعه و5 دقايق لساعه الا ربع، وبيبقى استوى وزي الفل. شايفين الجمال؟ قلبي كده وخلاص بقى، هقلبه واسيبه على النار. الممبار بيستوي واللحمه بتستوي، لحمه الراس والفشه والعكاوي كله مع بعضه في نفس الوقت. خلاص هنا كله استوى. بصوا الجمال، بسم الله ما شاء الله. الفشه والعكاوي ولحمه الراس ريحتهم خرافه. على فكره لما استووا ضفت الملح. طبعا انتوا عارفين ان احنا ما بنضيفش الملح الا لما يستووا اللحوم عامه يعني. بعدين هجيب صينيه واضيف فيها شويه زيت وعليها معلقه حلوه كبيره كده من السمنه، ويا سلام بقى لو السمنه دي بلدي يا نهار ابيض. تمام. هنعمل بقى ايه؟ هنحتاج لنص معلقه صغيره من الثوم المهروس او المفروم. اول ما يشم النار، انا مش عايزاه يتحمر، انا عايزاه بس يشم النار، هنزل على طول ببصل شرايح رفيعه. تمام، والشرايح تكون رفيعه قوي، حباه اصغر من كده براحتك. انا هنا بقى بعمل ايه؟ بقطع الفشه ولحمه الراس، بقطعهم مكعبات صغيره كده. طعمهم كان حلو بصراحه وكانوا مستويين جدا. بقطع مكعبات صغيره لاني هعملها بطريقتين. هعمل لكم طاجن خرافي، طاجن للحمه الراس والعكاوي والفشه، مفيش احلى من كده. طب يا ساره انا عندي عكاوي بس، اعملي الطريقه دي للعكاوي فقط. التخديعه اللي بعملها دي يا نهار ابيض على جمالها. طب يا ساره عندي لحمه راس بس، اعمليها برضو لحمه الراس بس، مش لازم تعمليه مشكل يبقى فيه كل حاجه. فانا دلوقتي هحمر وهعمل طاجن. اول ما البصل بيدبل بنزل على طول بالفلفل الوان اخضر اللي متاح عندك. تمام، هدي تقليبه كده وهنزل بطماطميتين برضو مكعبات وقلبي وغطي بقى. انا عايزاهم يدبلوا تماما وانا هنا عماله اقطع. انا دلوقتي بقطع الفشه، وبعدين جبت الطاجن بقى عشان ارص فيه العكاوي ولحمه الراس والفشه. بس الفشه اللي موجوده في الطاجن اكبر من الفشه اللي انا بقطعها، يعني خلي بالك الفشه اللي موجوده في الطاجن تبقى مكعبات ماسكه نفسها كده، غير المكعبات الصغيره اللي احنا هنحمرها. تمام كده، رصيتها كلها. بصوا الجمال يا بنات، عايزه اقول لكم هايل. بعدين بقى هنبتدي نبهر الخلطه بتاعتنا. فلفل اسود، كمون، كزبره، بابريكا، رشه من السبع بهارات، رشه من الحبهان المطحون او جوز الطيب المطحون، وقلبي كله مع بعضه كده. يا نهار ابيض، شم الريحه بقى. وهننزل بعصير طماطم بس هنا في الخلاط بقى، يعني هنا مش بيوريه، لا هنا في الخلاط، يعني هنحتاج له كوبايتين مثلا. هغطي واسيبهم يتسبكوا مع بعض. انا عايزاهم متسبكين، وفي التوقيت ده بقطع الفشه ولحمه الراس. يا سلام بقى لو كان معاهم طحال ولا لسان ولا كرشه. عايزه اقول لك الحاجات دي كلها بتكون حلوه قوي، بس انا النهارده عملت لحمه الراس. بصي دايبه ازاي، دايبه دوب، طعمها يجنن. لحمه الراس والفشه
هنا خلاص التخديعه بقت زي الفل. اضيف لها بقى الملح، وطبعا الملح حسب الرغبه، وقلبي تقليبه، وابتدي خدي الخلطه الجميله بتاعتنا دي وانزلي بيها على الطاجن، وبمعلقه كده وسعي عشان الخلطه تنزل ما بين قطع اللحمه، لحمه الراس والعكاوي والفشه. عايزه اقول لك تتبيله حلوه قوي. وزي ما قلت لك تقدري تعملي التخديعه دي للعكاوي فقط، تقدري تعمليها للحمه الراس فقط، لكن الفشه مش فقط، لا، الفشه لو عندك فشه بس حمريها. بقطع طماطم ترنشات واضيفها فوق الوش كده، وقرن فلفل نصين كده برضو فوق الوش، ومسحه بسيطه خالص من الزيت برضو فوق الوش، وادخلها فرن مسبق التسخين على درجه حراره 210. هتقعد جوه الفرن ربع ساعه، وبعدين اقفل الفرن واشغل الشوايه تاخد لون. هنا خلاص الممبار استوى، بضيف له الملح واقلب تقليبه وبعدين اطلعه. طبعا انتوا عارفين ان احنا بنضيف الملح لما الممبار يستوي تماما. هطلعه بقى على صينيه على مصفى. شايفين بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، مفيش ممبرايه واحده فرقعت عشان احنا مش ماليينه. احنا زي ما قلت لكم حشناه بالطريقه الصح. شايفين جمال الممبار؟ عايزه اقول لك الشوربه بتاعته دي كانت هايله. هسيبه بقى يهدى شويه ويلا بينا نحمر الحاجات الحلوه. بصي بقى صينيه كبيره كده وشويه زيت ومعلقه سمنه، واول ما السمنه تبتدي تدوب هنزل بقى ايه بنص معلقه صغيره من الثوم المهروس، نص معلقه صغيره. اول ما اشم ريحه الثوم انا مش عايزاه يتحمر، هنزل على طول بفلفل حامي بارد اللي يعجبك اللي انت عاوزاه. انا بصراحه استخدمت فلفل بارد لكن نص قرن حامي من نفسي عشان ما كنتش حابه اخليه حامي فالولاد ما ياكلوش. بعدين هننزل بالبهارات، فلفل اسود، بابريكا، كمون، كزبره، رشه من السبع بهارات. والبهارات اللي انا بستخدمها دي اسمها ال11 بهار، حلوه قوي بصراحه. بقلب كله مع بعضه كده. هنا بقى هتشم ريحه البهارات الفظيعه، الفلفل الاسود كده بقى مع الحبهان المطحون مع ال11 بهار. اول ما تشم الريحه انزلي بقى بالحلويات بتاعتك، الفشه ولحمه الراس. زي ما قلت لك لو عندك طحال، لو عندك كرشه، لو عندك لسان، الموجود عندك. قلبي بقى كله مع بعضه كده. بعدين انزلي بالملح وقلبي بقى. بصي انا مش عايزاكي تلسعيهم، مش عايزاهم كده ياخدوا سنه المراره، لا انا عايزاهم بس تحميره خفيفه كده. شايفه اللون؟ واطفي عليهم اللون. الفلفل الاخضر بيبقى باين والحاجات بتبقى محمره كده تحميره خفيفه. طاسه بقى فيها شويه زيت ونبدا نحمر الممبار. طبعا تحمير الممبار ما فيهوش اي حاجه، مجرد ما بياخد لون بنقلبه وبيبقى زي الفل ولونه ذهبي. ويلا بينا بقى نفرش احلى عظمه. شايفين الطاجن بسم الله ما شاء الله لما طلع من الفرن عظمه. وشايفين بقى الممبار وهو سخن كده رشي عليه رشه من الملح والفلفل الاسود وبعدين قدميه. بس اهم حاجه يبقى سخن وانت بترشي عليه الملح والفلفل الاسود عشان يثبت فيه، فبيديله طعم حلو قوي. شايفين الجمال بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله؟ ايه الجمال ده؟ ورشه خضره كده للتزيين وللريحه الحلوه. ويلا بينا على الصينيه التانيه. في النص كده طاجن سلطه عشان يبقى الشكل حلو. وبدات اقدم الحلويات المحمره الفظيعه. عايزه اقول لك دي بالعيش مع السلطه عايزه من الدنيا تاني بجد. هتعوزي من الدنيا تاني. الاكله دي شويه بطاطس محمره، بس انا ما عملتش بطاطس محمره بصراحه. يعني هي كانت عايزه بطاطس محمره وعيش وسلطه، انا عملت العيش والسلطه بس ما عملتش البطاطس. بصوا الجمال بسم الله ما شاء الله، كانت هايله. قعدنا ناكل لحد ما بقينا مش قادرين. الاكله بجد كانت حلوه قوي قوي بسم الله ما شاء الله. على فكره عايزه اقول لكم ان انا بجد بحبكم اضعاف اضعاف ما بتحبوني. احبكم الله واعزكم الله واستودعكم الله، مع الف سلامه.